احنا تكوننا هكذا، تربينا هكذا، نكونوا الفوق ولا ما نكونوش، وراح نكونوا الفوق، في المستقبل. هاي الرجال تعرف تهدر. بفضلكم وبفضل هذا الشباب، ان شاء الله. الشيء الوحيد اخواتي اخواني، الشيء الوحيد ما تنساوش برك نهار الانتخاب لازم كما عاهدكم هذا السيد تعاهدوه كذلك انتوما باللي توقفوا معاه. هذه هي الرجال اللي توصل للامم واللي تبني الامم. وان شاء الله مانيش جاي باش ندير لكم ديماغوجيه، مانيش جاي باش نحكي لكم حكايات، ولكن نتحدث. تنتخبوا علينا ان شاء الله، نوعدوكم ان شاء الله راح يدخلوكم البيض والدقيق وبايت الطماطيش وبادن الزيت نتاع السانقو والمقروح مع ابناء توغورد، مع ابناء الجنوب الكبير، لانهم يعرفوا حقيقة ما هي الحضارة، ما هي الديمقراطية، ما هو مصير الجزائر. مصير الجزائر سيكون مع الأمم الكبرى، هذا هو مصيرنا. لازم نجيبوها. راح نلعبوا ماتش مع التاريخ، لازم نربحوا الماتش هذا. والله العظيم والله من يدوخني هذا الإنسان هذا. كبير. لازم نربحوا الماتش مع التاريخ، ما فيش ماتش نول، لازم نربحوا، ما فيش ماتش نول. جول. بارك الله فيكم، شكرا للجميع، شكرا. والله أنا جد مسرور بحضوري معكم اليوم، لأن ما كانش في الدنيا شيء أبهم وأحسن. ايه ده؟ انت شو بتقول ايه؟ أبهم وأحسن من يتلاقى مع شباب. انت رئيس صايع قوي. انت جبت الكلام، انت مين اللي قالك على الحكايه دي؟ وصلنا لها، ونعاهدكم اليوم أن في البرنامج نتاعو سنضعف أكثر في المستقبل. لونساج نزيدوا لها. بالله هذه نسجلوها وندرسوها. لكن نزيدوا لها. هاي الفكره وين راحت؟ أكثر من هذا باسم المترشح نعاهدكم بالنسبة للخريجين الجامعة راح نخلق نظام جديد ما يسمى بستارت اب، متوجه إلى الجامعيين باش يخلقوا هما الشركات تاعهم اللي هي متركبة على المخ، لأنه مخاخ ونسحقوا المخ تاعهم، الجزائر تحتاجهم. هذا راه داهية، هذا راه علامة تهلاو فيه، هذا قاري العلوم السيكولوجيا والآداب والتاريخ سمعته داخل الجزائر. الشيء اللي نأكدوا اليوم أخواتي إخواني، احنا البعض يتكلموا لنا على الربيع العربي، ما فهمناش هذا الموستيك هذا منين جاب. شو ديك الهضره وذيك ما فهمناش هذا الناموس اللي غلقنا له الباب ما يقدرش يدخل، ولكن إذا كان يحاول يدخل من الطاقة أو من النافذة عندنا المبيد وبالفليتوكس نقضيو عليه. لكم الناموس باش تنساو الله سنين في الدار والناموسة ميتة كيما هذه الناموسة هذه. غير كونوا متهنيين، بلادكم قوية، شبابكم قويين، احنا صحاح. عنده الحق ببريط المهبول. شوفوا حتى في كرة القدم زوج مرات الفريق الوطني تأهل إلى النهايات. اشكون اللي ولدت امه يديرها؟ في الشهر الماضي برك
الجزائر حصلت بعد غياب سنوات وسنوات وسنوات طويلة على الكاس الإفريقي بالنسبة لكرة اليد. هذا مش انتصار، هذا هو شباب الجزائر. شباب الجزائر رجع ورجع بقوة، ورانا هنا. لا المعنية المهبولة لا مساخيط الضر ولا واحد الكوكاي، واحد كذا، واحد يبعث الروينة في الساشيات، واحد مهبول، واحد العمل، لأن احنا في حاجة لهذا الرجل. نحن في حاجة لهذا الرجل لمد حياته كلها للجزائر، وحنا في حاجة باش يواصل المسيرة نتاعو. نو صنجينا الحديث هذا. كونوا فخورين بالجزائر، دولة عظيمة، دولة قوية، دولة عظيمة، دولة قوية. أيام شي تلعب لعبة. مترشح عبد العزيز بوتفليقة كلكم تعرفوه، ما فيش داعي اليوم نقدم ما قدم لهذا البلد وهو في العمر 16 سنة. نعطيكم ميدان آخر في ميدان السكن اللي هو مشكل عويس بالنسبة لكل الجزائريات والجزائريين، والحمد لله فيه نجاحات كبيرة في هذا الميدان. أنا موافق معكم اليوم أن لابد يكون فيه تفكير آخر. حققنا نجاحات في السكن الاجتماعي. أنا نبنوا في واحد القصر هكا، حاجة مفور كبير 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 بزاف، دخلها هاك تنقص هاك، تخرج منها تطلع من السما، تدخل من الطريق، حاجة نقول لك قاس. لأننا في البرنامج تاعنا عندنا هدفين كبيرين. أولتها تنسي الإنسان، ثانيتها سلي نرد الإنسان الشارح فارح. هذا المهم نتاعي أنا. بتطوير الاقتصاد. هذولا جايبهم يكشبري، جايبهم من الخارج باه ينعتوا للناس توارخ، نقضوا على الشوماج ولا الشمالة نتاع هذه نهنيكم منها. وها جماعة، وهذا المهم نكفروا العنتاجية هذول ونصدروا بهم حوايج للخارج ونجيب بهم الدفيس. احنا واش نصدروا للخارج؟ وي بون كيستيون هذه. الحاج ابراهيم، احنا واش نصدروا للخارج احنا؟ لأن دولة اللي ما عندهاش اقتصاد قوي ما تقدرش تكون دولة في المستوى، ما تقدرش تكون دولة تخلق الثروة، والثروة هي اللي تخلق العمل، والعمل هو اللي يخلق السعادة. احنا خصنا حاجة، السعادة. لازم نحبوا بعضنا، لازم نحبوا بعضنا، لازم نحبوا بعضنا. هذا ما خصنا، هذا ما خصنا، هذا ما خصنا. شكون اللي يرشحوا في الامير هذا؟ شكون اللي يرشحوا؟ تريدوا تجيبوا لنا في الذر وتجيبوا لنا في التمسخير وتجيبوا لنا في شفاو نهار تقدمت البرلمان، لما قدمت الحكومة والبرنامج تاعي واش قلت لهم؟ قلت لهم خليوا الشباب يعيش، خليوه يعيش. تم حسب ليش ناس 30 بيك انت، وسنواصل العمل وتعيشوا ان شاء الله كما ينبغي، وتعيشوا كما ينبغي، لان تستحقوا كل خير، تستحقوا كل خير. امنوا برك، كونوا شجعان واقوياء، والله لا تشوفوا ان شاء الله بلادكم في المستوى المطلوب. بارك الله فيكم، شكرا للشباب الجزائري، الله يوفقكم، الله يعطيكم الخير، الله يعطيكم الهنا ان شاء الله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.